السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. النهاردة فيديو جديد. هنعمله شوية جمبري كده حلوين، ونشطفهم ونغسلهم غسلة كويسة من زفرتهم. وجبنا اسعار الجمبري كانت حلوة بعد المقاطعة اهي. وجبنا كمان سمك بوري. انا كنت عاملاه عندكم لايف على اليوتيوب، كنت عاملة لايف مسجلة عشان خاطر ينزلوكوا على الفيس. ده البوري هنعمله زيت وليمون، بس هنحشيه قلبه من جوه. خضرة عشان طعم لحمه من جوه زي السنجاري كده بالظبط. ماشي، قبل ما نبدأ هندوس لايك ونعمل اشتراك ونفعل زر الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد انا بنزله. لو انت على اليوتيوب اعملي اشتراك، وانت على الفيس صفحة سهلة مع شيماء اعملي متابعة. كده بقى هنملحه وهنظبطه عشان نعمله زيت وليمون. ماشي، حطينا حبة ملح حلوين كده. ندعك بقى في كل السمكية قلبها، تحط كده تتبيلة حلوة زي ما انت شايفة كده. ندعك بس تدعكة كويسة. الراجل بتاع البياع ده جاي يصدعه من هنا الشارع. بعد كده هنسيبها شوية يتملحوا وما نحضر بقى الخلطة. معانا شوية جمبري كيلو عاملين 60 جنيه. شوية الجمبري دول عاملين 60 جنيه بعد المقاطعة. ماشي، نحضر بقى صينية عشان نعمل شوية البوري بخلطة سهلة وبسيطة، مش تاخد معانا وقت خالص. هنجيب طبق كده فاضي عشان نحط فيه كل الخلطة اللي نحطها على بعض. ونكمل نحط شوية فلفل وشوية بصل ابيض وشوية طماطم وشوية خضرة محشي بقدونس وكزبرة وشبت مع بعض. الخلطة دي بتعمل للسمكة طعم من جوه وتدوب جواها وهي تستوي، وتخلي طعم السمكة من جوه جميل جميل جميل. هو زي زيت وليمون بس انا محشيه زي السنجاب. ماشي، نحط لها بقى شطة وملح وكمون ونتبلها تتبيلة حلوة، ونحط لها الشبت والبقدونس والكزبرة، نقطعهم كده تقطيعة على السريع كده. انا شغالة معاها المقص كده ونقطعها. غسلتها غسلة كويسة الحزمتين دول، نقطعهم كده بالمقص تقطيعة صغيرة زي ما انتم شايفين كده. هنقلبهم بقى تقليبة كويسة بعد ما نتبلها. نعمل معاها شوية رز وبتنجان، معانا فلفل نحمره بردك. بعدين نحط بقى تتبيلة شطة وملح كمون، شوية ملح شطة حبة كمون. هنقلبهم بقى تقليبة كويسة كده مع بعض. هنقلبها تقليبة كويسة كده. نجيب بقى السمك كده نحط شوية زيت في أرضية الصينية بدا شوية زيت. نمسك بقى كل سمكية ونحشيها قلبها. كل طعم الخضرة اللي حطيتها دي كله هيدوب جواه وهيطعم لحم السمكة من جوه. هو زيت وليمون بس انا حاشيه زي السنجاري جميل. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. حاجة جميلة جميلة لما تكوني مظبطاها في البيت كمان بتبقى احلى واحلى. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. يبقى معايا شوية سلطة كده على الوش، ونزلهم بقى على الوش كده السمك يديله كده شكل حلو كده طعم احلى. يبقى ده يبقى من جوه وده يبقى من بره.
شكل كده حلو كده ايه، منظر جميل كده. واحنا ايه حاطينها في الفرن. زي ما انتم شايفين كده نقطع شرايح ليمون ونرصها ايه عليه. زي ما انتم شايفين حبة زيت كده ايه على وش السمك. انا كنت مصوراه بالطول عشان كنت عاملاه لايف على اليوتيوب. كنت مصوراه لايف على اليوتيوب. نقطع بقى ليمون كده شرايح نحطها عليه. عملنا احلى صينية سمك بوري زيت وليمون. شوية السلطة دول عليهم، دول تحابيش ايه الصينية، هيظبطوا الدنيا ويظبطوا لك الكلام، خلي طعم السمكية جميل. هتقولي بوري سنجاري اللي يريحك، بس انا سنجاري مفتوح، لكن ده زيت وليمون بس انا ايه قافلاه وحاشيه من جوه، وهحط في الفرن على طول. زي ما انت شايفه كده عملنا شويه رز صياديه، وعملنا شويه بطاطس، وعملنا شويه بتنجان، وايه خلاص بس الجمبري نعمله، مش هياخد معاكي وقت خالص. تتبيله الجمبري كمان جميله برضك، ناخد منه شوربه جميله وتتبيله حلوه. اهم حاجه تغسليه كويس من الزفاره. بعد ما غسلناه حطيناه، نرجع بقى ايه على النار ونشوف هنعمله ايه. هقشر تومه كده، تومية صغيرة خالص، تومتين كده. يلا بينا نعمل الجمبري وناخد منه احلى شوربة وطعم. كده انا بقلي فلفل ورا، فلفل مقلي، عملت بتنجان، وعملت ايه بطاطس، عملت رز بشعرية، رز بالصيادية او بالبصل، رز ببصل جميل. نقلب بس ايه عشان خاطر البصل يدبل معانا، مش محتاجة ان البصل يتهرى يعني ايه، تشويحة بس كده على النار عشان البصلاية بس. زي ما انتم شايفين كده هحط بس حلة للرز كمان، يبقى كله يخلص مع بعض، الجمبري يخلص ومعانا ايه ومعاها الرز. نقلب كده نسمي الله، نحط طماطم ندبلها بيضة خالص، نحط بصلاية في الحلة عشان هعمل رز صيادية. ننزل بقى بالجمبري، نقلب بس طماطم كويس قلبة حلوة كده عشان ايه تدبل معانا وتطرى وتدينا طعم وشرب حلوين. ننزل بقى حبة الفلفل، نحط حتة تومة صغيرة، تومة صغيرة كده تدينا طعم ونكهة، تخلي طعم ونكهة جميلة كده ايه في الشوربة بتاعتها. وانا ايه البصلية بتاعت الرز شغالة الناحية التانية في الحل. ننزل بقى كل الجمبري بتاعنا، نقلب تقليبة كويسة، ملح بقى، شوية شطة، شوية كمون، ونسيبها على نار هادية، نديها شرشاء مية او بقى مية صغير ايه يكمل سواها ايه مع حالها، وتظبطها. بس اول ما تغير لونها طفيه على طول. زي ما انت شايفه كده نحط معلقه صلصه عشان ايه تدينا تطعيمه كده حلوه وشوربه جميله. شرشاء ميه صغيره كده، ونسيبها ايه تاخد وتدي مع نفسها على النار. نجيب بقى قرب الرز هنا، نعمل الرز قدام بعضينا هنا. الرز لازم بتاع الصيادية الأصلي بقى، بتاع اسكندرانية الأصليين، اللي هو ايه حرواية البصلاية، يعني حبة زيادة عن اللزوم، حرواية البصلاية حبة زيادة عن اللزوم. زي ما انت شايفة كده ننزل عليها بشوية مية عشان تدينا بقى اللون البني بتاع ايه رز الصيادية الجميل ده. وهتنزلي عليها قرفة، تنزلي عليها اي توابل عندك نزلي، كمون ومعلقة ملح
قلبي كويس وغطيها. اول ما مية الرز تغلي هنجيب رز مصري نص كيلو وهننزل عليه، نغطيها كده لحد ما تغلي معانا. حطيت هنسيبه بقى يغلي كده وناخد ودي مع بعض لحد ما المية تستوي تغلي. نحط بقى الرز غسلاه طبعا وصفاه وسايباه 5 دقايق كده لحد ما المية ما تغلي. كده خلصنا كل الكمية اللي معانا زي ما انتم شايفين، جميلة جميلة بسم الله ما شاء الله. بتنجان والفلفل والرز، ودي السمكة الصيادية بطل الفيديو النهاردة. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. كده احنا خلصنا الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم، مش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس على خاطر يوصلك كل فيديو جديد انا بنزله. يلا والسلام عليكم.